والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا سيد الرئيسة، السادة الوزراء المحترمين، إخواني أخواتي الحضور الكريم. السيد الوزير، أولا كنشكرك يوم الأربعاء البشرى اللي عملتي للساكنة القصر الكبير اعتبرناها بمثابة عرس إحداث منطقة صناعية في اللمسات الأخيرة. مشكور على المبادرة ديالك، وهذا اللي عرفنا عليك، لأنه ملي كيكون واحد القطاع واحد السيدي ومحترف في الميدان ديالو ويوجد هنا دائما كتكون عنده المردودية في العمل ديالو. وكذلك السيد الوزير سجلنا بإيجابية التعاطي ديالكم مع الكورونا، بقيتوا واقفين مع المواطنين، بديتوا بالكمامة، ثم الأسرة الأطباء، ثم الاستثمار إلى غير ذلك. الوقفة ديالكم كانت حاضرة والمواطن كيشوف، ولذلك حسب لكم السيد الوزير. وننتقل كذلك إلى العرس الكبير. إخوان، كأنه شيء ما حتى حاجة ما كاينة والعالم مروع، المواطنين مساكين كلهم فرحانين بالمبادرة ديال سيدنا الله ينصرو مع الدولة الأمريكية السابقة اللي خرجت بالرمبة ديالها ونصف في المغرب وطاطوا حقه 45 عام ونحن نعاني من هذا المشكل. اليوم جات فرصة خصنا نستغلوها أيها الإخوان. وكذلك السلطان اللي عمل مبادرة ورفقة بالمرسوم، ماشي كلام في التلفزيون، مرسوم باش يوثق، ثم خريطة محددة، ثم الاستثمار داخل الوحدة الترابية، الاستثمار بالمواكبة الاستثمار، ثم السفارة. وما أدراك ما السفارة أيها الإخوان، اللي مواطن وعنده الوطنية في الدم ديالو راه شعر بهذا الشيء، واللي عنده زي الناقص الله يهديه تعرف حقيقة هذه الأشياء. ثم كذلك أيها الإخوان والأخوات نتكلم. يمكن تزيد التعقيب على جواب السيد الوزير. قضية الصحراء المغربية قضية وطنية لا يمكن أن يزايد فيها أحدنا على الآخر. اش كتقول هذه؟ اليوم اسمح لي، اليوم أيها الإخوان والأخوات، النائب المحترم، اسمح لي السيد النائب المحترم، هذا فيه تقليل للاحترام الرئاسة. اسمح لي السيد النائب المحترم، ارجع المقتضيات النظام الداخلي. تعقيب النواب يجب أن يكون في الموضوع ديال جواب السيد الوزير. نعم، نقطة نظام. تفضل السيد الرئيس الفريق الحركي. ودابا ما شحالنا معك عرفتينا الرئيسة، ما نسمعش نقولوا لنا عاوتاني. نقطة نظام السيد الفريق الحركي. أيها الإخوان والأخوات، اسمح لي السيد النائب المحترم. السيدة الرئيسة المحترمة، ما عمرناش شفنا في الجلسة ديال البرلمان المغربي أن نائب برلماني تعبر على الرأي ديالو بكل حرية، بكل ما كيتمر ليه الدستور من حرية ديال التعبير والإدلاء بالمواقف، ورئيس الجلسة تيحبسو أو تيشوش عليه. ده غير معقول وغير مقبول نهائيا. وتراجع السيد الرئيس على هذا الموقف ديالو، وخلي السيد النائب يعبر عن الراي ديالو. هذه بدعه سيد الرئيسه. شكرا. يمكن ترجع النقطه ديال القانون الداخلي. شكرا سيد الرئيس. لا، صدق من الرؤساء. ده نعم كاين خاطر السيد وعلى الملك ديالي والوطن ديالي، انا كنت فرحان. تفضل السيد النائب المحترم. تفضل السيد النائب المحترم. اصلح احد اعضاء الحكومه مع احد القنوات المعاديه للتراب المغربي، المعاديه للتوجهات المغربيه. تفضل السيد النائب المحترم. السيد النائب المحترم، السيد النائب المحترم، لهذه الجلسة ضوابط يجب أن تحترمها. السيد النائب المحترم، أن نرجو احترام مقتضيات النظام الداخلي. السيد النائب المحترم، أن نرجو احترام مقتضيات المنظمة لهذه الجلسة. نعم، كاينة نقطة نظام. تفضل السيد. السيد النائب المحترم، تجاوزت وقتك وتخترق ضوابط النظام الداخلي للمجلس. اسمح لي السيد النائب، السيد النائب المحترم، اسمح لي
السيد النائب المحترم. تفضل السيد الرئيس. نقطة نظام لرئيس فريق الاستقلالي للوحدة والتعادل. تفضل السيد الرئيس. أنا طلبت نقطة نظام سيد الرئيس. نعم نقطة نظام. الله يخليكم، دفاعا على هذه المؤسسة. السيد النائب المحترم، ما عطيتكش الكلمة باش ترجع للمنصة. رجاء يجب أن تحترم مقتضيات النظام الداخلي. السيد الرئيس، على كل أنا عندي نقطة نظام. السيد الرئيس تفضل. عفوا. سيد تفضل رئيس. الزعيم. رجاء أنا الصابرة على تنظيم الجلسة. رجاء نقطة النظام عند الرئيس ديال الفريق. المرجو الالتزام بمقتضيات مواد النظام الداخلي. تفضل السيد الرئيس. سيد الرئيس الله يخليك، وأنت رئيسة هذه الجلسة. أنت رئيسة هذه الجلسة، ومن حقك بطبيعة الحال تنظيم والحفاظ على السير العادي ديالها بتطبيق القانون. فلذلك لا نسمح لأي أحد أن يحول هذه الجلسة إلى غير المواضع المحددة باش نكونوا واضحين. وثانيا فعلى السيد النائب أن يسحب الكلمة. اش كتقول هذيك السيدة الرئيسة وليست هذه. واش كتقول هذه يا سيدي النائب؟ سحب هذه الكلمة باسم المجلس. الله يخليكم تصرفي هذا الشيء ديال الدفاع. السيد الرئيس، نقطة النظام. السيد الرئيس، السيد النائب المحترم، السيد ما عندكش الكلمة وما عطيتكش الكلمة وخصك ترجع للمكان ديالك. وإلا سأضطر لتطبيق مقتضيات النظام الداخلي بحذافيره. السيد النائب المحترم، لكن ما الوقت ديالو تجاوزه. سيدة الرئيسة. تفضل السيد النائب. تفضل السيد النائب. السيد النائب المحترم. سيدة الرئيسة. تفضل السيد الرئيس فريق العدالة والتنمية في نقطة نظام. تفضل سيد فريق العدالة والتنمية في نقطة نظام. تفضل السيد الرئيس. سيدة الرئيسة، حنا ما يمكنناش نستأنفوا الأشغال ديال هذه الجلسة إلى هذا السيد اللي هو راه في هذيك المنصة والذي يسيء المنصب ديال النائب البرلماني بالإشارة إلى السيدة الرئيسة. شنو كتقول هذه إساءة للمنصب، لأنه ما عارفش هذاك الكرسي اللي راه في هذه المؤسسة شنو كيعني من الناحية الاعتبارية. السيدة الرئيسة، كان عندنا اليوم لقاء مع السيد وزير الخارجية، وفي إطار الاجتماع اللي دار الرئيس مع الرؤساء كان بودنا أن كل فريق فيما يتعلق بالقضية الوطنية اللي فيها الإجماع والحدث الذي كان نعيش فيه أننا غادي نجيو وكل فريق غادي يعبر على داك الشيء. دابا ما العلاقة بين هذا الشيء اللي كيقولوا هذا السيد النائب في هذيك المنصة مع هذا السيد الوزير في الحكومة اللي عنده علاقة بالاستثمار، اللي كيقول حنا والملك ديالنا؟ طبعا الملك ديالنا كاملين. واش غادي نوضوا نبقاو نغوتوا ونقولوا حنا والملك ديالنا وغادي نديروا إلا حنا كنتكلموا على واحد الموضوع محدد، حنا كنتكلموا على موضوع محدد. تجاوزت الدقيقة. السيد الرئيس، السيد الرئيس، تجاوزت الدقيقة. السيدات والسادة النواب، السيدات والسادة النواب، المرجو من الجميع أن يلتزم بالمقتضيات النظام الداخلي وبالأخلاقيات السلوكيات اللازمة، وبالتالي لا يمكن إلا أن نخاطب بعضنا بعضا بالنائب المحترم. وكذلك بالنسبة للسيد النائب المحترم راه تكلم مع السيد الفريق فيما يخص الإساءة للرئاسة، والتي قد تستوجب أن
يمشي من الجلسه. ولكن انا السيد نائب المحترم تفضل نقطه النظام. شكرا السيدة الرئاسة. عطفا بهذه المؤسسة